نقابات مهنيه موافقين على الامتهان اللي موجود في مشروع الكوارث، فكلنا رافضين. بناء عليه بعد اقرار من رئيس الجمهوريه كلنا ما كانش قدامنا خيار غير اننا ننزل الشارع. بدانا بنفسنا كمجلس نقابه بناء على تفويض الجمعيه العموميه في 28/12، وبدانا اعتصام يوم الاحد اللي فات، وعملنا مؤتمر صحفي، وبدانا مجلس النقابه اعتصام في النقابه العامه. بدانا نشارك من يوم الاربعاء اللي فات. كان في اضراب جزئي لكل صيدله مصر في الصيدليات الحكوميه بلغت نسبته 80%، عكس ما تردده الوزيره لانها ما تعرفش ايه اللي موجود على الارض. يوم النهارده في مسيره يوم 15/2 لرفع مشروع الحوافز. يوم 19/2 هيبقى في اضراب جزئي للصيادله الحكوميين في كل المستشفيات. اول حاجه مستشفيات التامين الصحي والمستشفيات الجامعيه والمؤسسه العلاجيه وكل ما هو خارج المنظومه اللي هي قراراتها في مشروع الحوافز، بالاضافه الى صيادله وزاره الصحه. يوم 26/2 هيبقى اضراب لكل الصيدليات العامه والاهليه بره والصيادله الحكوميين، وهيبقى يوم صيادله مصر. يوم ان شاء الله 1/3 هيبقى في جمعيه عموميه، وهنرجع للصيادله اصحاب السلطه الحقيقيه في اتخاذ القرار النهائي. احنا بنقول ان احنا رد فعل، ان احنا مش مسيسين. ما دفعنا للتصعيد هو القرار الغير عادل واقرار هذا الكادر الذي ينتقص من القيمه الادبيه لصيادله مصر. بقى المطلب الاول لنا كصيادله الان ان احنا نعمل هيئه عليا للصيادله والدواء منفصله تماما عن وزاره الصحه، وتتبع رئيس الوزراء، يبقى مسؤول عن صيادله مصر وعن كل ما يتعلق بالدواء، حمايه لصحه المريض المصري وحمايه صيادله مصر. كل وزراء الاطباء غير مدركين يعني ايه مهنه صيدله. النهارده نازلين عشان نحافظ على المهنه وعشان نحافظ على كرامه وقيمه الصيدلي في المجتمع، وربنا يسهل ان شاء الله. شكرا.